فض اعتصامي ربعة والنهضة، هل الدكتور سعد الدين إبراهيم كان يوافق عليه لو حدث مثله في أيام الرئيس مرسي؟ لا. وهل توافق عليه أصلا؟ لا. لا أوافق على استخدام العنف في فض المظاهرات، سواء ربعة أو النهضة؟ ربعة والنهضة أو أي مظاهرة قادمة. وإحنا رحنا ذهبنا وفد إلى أوروبا وقابلنا كاثرين أشتون وطلبنا منها أن يدربوا الشرطة المصرية على فض المظاهرات بطريقة المتحضرة، خرطية. ووافقت. يعني سألت 2 من نوابها، واحد ألماني واحد فرنساوي، هي نفسها إنجليزية. قالت لهم هل لدينا اعتمادات لتدريب ضباط مصريين؟ فتغيبوا عن الاجتماع كده بضع دقائق وعادوا بالإجابة نعم، في لتدريب 150. قالت للوفد المصري الشعبي، كان معايا فيه محمد سلماوي، وكان معايا فيه منى ذو الفقار المحامية، وكان معانا رجل الأعمال نجيب ساويرس، وأنا يعني ممثل المجتمع المدني. فيعني كان هذا الوفد الرباعي بيمثل شرائح وقطاعات مختلفة من المجتمع.